وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. المحترم رئيس الأفدئم وموظفيه، المحترم هيئة محلفين بأكملها، المحترم إلى جميع الناس في هذا الأخبار، وأيها الحاضرون رحمكم الله، في عصر ألفية حال أصبحت الدعوة بين المسلمين أكثر شيوعا، مما جعل انتشار الإسلام من خلال الدعوة يتسارع ويتنامي بسرعة. لم تعد الدعوة تقتصر فقط على إلقاء الخطب في المسجد أو مصلية أو مكاتب أو مدرس أو مؤسسة رسمية الأخرى، بل مع تطور العصر الذي أنجب مجموعة متنوعة من الخصائص مثل تكنولوجيا التواصل الاجتماعي وما شابه، فقد أحدث تغييرا مذهلا في تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك نقوم في هذه المناسبة سنلقي خطابا تحت الموضوع فوائد وضرار وسائل التواصل الاجتماعي من منظور الدعوة or benefit and dangers of social media from a da'wah perspective. وأيها الحاضرون الكرام، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من هباتنا الحديثة، وسط تدفق المعلومات المستمر جعلت وسائل التواصل الاجتماعي الوصول إلى كل شيء أسهل. وأيها الحاضرون الكرام، الدعوة تأتي من اللغة العربية التي تعني أو النداء، كما في العبارة العربية التي دعوة إلى الخير ومنع المنكر. الإسلام يعلمنا ويؤكد علينا أن ندعو الآخر لفعل الخير، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الإمران آية 104: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. توضع هذه الآية أن النبي محمد أمر من الله سبحانه وتعالى بدعوته إلى الخير بشكل علني والابتعاد عن المشركين. في سياقنا الحالي يمكننا الدعوة إلى الخير وتقدم النصائح الإيجابية من حلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل عرض الصور على انستغرام بمحتوى جذب ومتنوع أو تقديم معلومة مفيدة عبر قنوات يوتيوب. وأيها الحاضرون الكرام، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة هجر آية 9 و4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض
صدق الله العظيم. وأيها الحاضرون الكرام، كمسلمين الحقيقي لدينا المسؤولية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد وحكيم. يجب أن نكون دورا في نشر رسائل الخير والحق للجميع. ربما هكذا خطابي قصير مني، عسى أن يكون مفيدا ونافعا بشكل خاص بالنسبة لنا. نطلب عفوا إذا كان هناك أخطاء سواء كانت مقصودة أم لا، لأن الكمال ينتمي فقط إلى الله سبحانه وتعالى. والله توفيق والهداية والرضا والإناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.